قالوا المهندس هاني زاده في نادي الزمالك، وده اللي انا عايز اوصل له عشان الناس تعرف. انا يعني لا اصل هتتحرك في ايه؟ اذا المهندس احمد بجاد كتب ان في تطاول ولا بتاع، لازم هتاخد يعني هتاخد الاجراءات القانونيه. لكن انا شايف ان المواضيع كلها بسيطه جدا، واحنا اسره واحده، ويعني مش هتتضخم المسائل وهتاخد يعني مش هتاخد وضع اكتر من اللازم. يعني ده امور بسيطه، ماشي. واختلافات بتحصل في اي اسره وبتتلم ما فيهاش مشكله. حتى قالوا ان اتحاد الكره بيشتكي المهندس خالد مرتجي، الكلام ده مش صح. احنا اسره واحده يا ابراهيم، ولازم لا ثانيه واحده يعني. يا كابتن عزمي، انتوا قلتوا ان انتوا بتشتكوا المهندس خالد مرتجي وهيتم تحويله لجنه الانضباط، قلتوا ان ده لسه ما حصلش بس في طريقه ان هو يحصل، واحلتوا لي الشؤون القانونيه. دلوقتي حضرتك بتقول لي لا احنا ما فيش اي اجراء ضد المهندس خالد مرتجي. قول لي الصح فين عشان انا ما توهش والناس ما تتوهش. الموضوع تساوى ومفيش مشكله، والمهندس خالد مرتجي قال لك انا ما قصدتش ان انا هنا اتحاد الكوره، وده اللي حصل فعلا. عظيم. خليني اسال حضرتك، مش هندي الحاجه اكتر من حجمها يعني. ماشي. خليني اسال حضرتك بقى في الشق الثالث، واسف ان انا بطول عليك، ما يتعلق بخبر قبل ما ندخل على الهواء. خبر موجود انه الصفاقسي مش عايز يلعب مباراه السوبر الافريقي في القاهره، وبيطلب نقلها لتونس لاي مكان تاني. هل وصلكم خطاب رسمي بده ولا لسه؟ اطلاق. وليه ما يجيش يلعب عندنا؟ ده احنا عندنا استقرار اكتر منهم. ليه ما يجيش عندنا؟ وان شاء الله تتلعب في مصر وتتلعب بجماهير باذن الله. ليه تتلعب في تونس؟ وبعدين احنا داخلين على مرحله جديده، على الاقل احنا عندنا دستور محترم، عندنا فيه كبير جاي، فما فيش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل الوقت، وكل الاعلام الخارجي بيصوروا عن مصر. اديني كابتن عزمي، اديني رد رسمي. نعم، اديني رد رسمي. الماتش هيتلعب في مصر ان شاء الله. بس هو ده ان شاء الله في استاد القاهره باذن الله. هو ده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيضاح لما يتعلق بنقاط عديدة جدا عرضناها لحضراتكم. المهلة بتاعت 5 فبراير